البث المباشر والفيديو والدردشة. تطبيق عامل زي الوكالة، بيشغل بنات او في بنات بتشتغل بارادتها ومن غير اي فلوس ومن غير اي مقابل، بحيث انها تخش على التطبيق مجانا ومفيش اي حاجة، تتسلى تضيع وقتها، تاخد معجبين. هي بنت تبقى نفسها تحس بقيمتها كبنت في وسط مجتمع الذكور، فبتخش تاخد اللايكات، تاخد كل الكومنتات الحلوة، تاخد كل ليها حاجة. طبعا التطبيق بيكسب من وراها فلوس كتيرة، لان في رجالة تعبانة عايزة تصاحب بنات، تشوف بنات، تتفرج، تتكلم، حد يرد عليها، وهكذا. طبعا البنات بتخش بدون مقابل، وفي بنات بتخش بمقابل، تعمل بث مباشر بيبقى بمواعيد ثابتة. تفتحي اللايف، هتردي على الناس المعجبين، هتقول له بعت لي نجمة، بعت لي مش عارف ايه. المهم ان هو يشتري من التطبيق حاجات عشان يبعتها لك. طبعا انت ليكي نسبة واحنا لينا النسبة الاكبر. يعني تطبيق عامل زي شقة الدعارة بس على الانترنت. طبعا ما بتوصلش لاكتر من كده، هو مجرد بس مباشر من واحدة من أوضة نومها، من على سريرها. يعني قمة قلة الأدب وقمة القذارة. ما انصحش أي حد يحمله. محملينه 5 مليون مستخدم تعبانين، سواء بنات أو صبيان، واللي ماسكهم ديوس، ماسك الاتنين مع بعض عشان يعرف الناس على بعض. لو ما كنتش عارف التطبيق، اتمنى انك ما تعرفوش، وتعرف ان تطبيق بيخش على تليفونك، بياخد كل الصلاحيات، وبيخش ياخد صورك وفيديوهاتك وكل حاجة. وبعد كده لو حبيت تطلع من التطبيق، بيبقى فيه تهديدات وفيه قلة أدب بتحصل من التطبيق. لو ما كنتش عارف المعلومات دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب.